هنجهز النهاردة شوفان للفطار للكبار أو الصغيرين. طبعا فطار الشوفان فطار صحي جدا. كلنا عارفين فوائد الشوفان. هنجهزه النهاردة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هنقول المقدار المظبوط اللي يكفي 2 أو 3. طبعا بنحط العسل او المكسرات، الحاجات ديت المتاح بالنسبة لنا، الموجود عندنا في البيت. ممكن نحط برضو بذور الشاية. معانا مقدار كوبايتين مية، هحط معاهم كوباية بالحجم دوت، بالمقدار ده شوفان. كوباية شوفان على كوبايتين مية. هسيبهم الأول كده على الشعلة الصغيرة لما الشوفان يستوي معايا. مش هنحط أي إضافات خالص لما الشوفان يستوي. يعني هي مية بس مع كوبايتين مية أو كوباية ونص أو كوباية إلا ربع، كوبايتين إلا ربع مية مع كوباية شوفان. كده الشوفان مثلا هسيبه حوالي مثلا 5 دقايق على النار، وبعد كده هنضيف كوباية لبن. اللبن بنحطه دوت اخر حاجة. اللبن بيبقى ساقع معايا كده بعد ما الشوفان استوى كده خالص. هضيف اللبن وبعد كده هقفل النار كده. الشوفان بقى جاهز معايا، مش هنضيف اي حاجة تاني اكتر من كده. هو المية، ولما الشوفان يستوي هنضيف اللبن ساقع. طبعا اللبن دوت اللي هو بيبقى معبأ، بيبقى سبق غليه. او لو عندك لبن اللي هو السايب دوت برضو بتكوني مثلا غلياه قبل كده وبتحطيه بتضيفيه ساقع. وبعد كده هنحطه في بولات بقى بالشكل دوت، ونضيف اي حاجة بقى معايا يعني نزود القيمة الغذائية. انا ضفت لوز وعين جمل وعسل. زي ما قلت ممكن نضيف بذور الشاي. طبعا بذور الشاي لازم نحطها الاول في لبن ساقع مثلا لمدة دقيقة او دقيقتين، وبعد كده نضيفها على الشوفان. ما ينفعش نحطها في حاجة سخنة. ادي الوصفة بتاعتنا النهاردة لأحلى فطار. وطبعا العسل ده اختياري، لو حابين نحط عسل او نحط سكر، المتاح بالنسبة لنا. طبعا فطار شاهي جدا وصحي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.